بيبدأ فيلمنا بمحامية اسمها جيس بتبص على السجلات الجنائية لأخو جوزها الصغير، وفي الوقت ده بتوصلها رسالة من رايان جوزها بيطلب منها تبص في شنطتها. جيس بتفتح الشنطة وبتلاقي وردة مع ملاحظة لطيفة من رايان، ولما بعدين بترجع البيت بتلاقي البيت فاضي لكن في باب تاني للبيت مفتوح، وفجأة بتسمع خطوات جاية لكن بتكتشف انه كلبها نورمان. وبعدين بتسمع صوت حد شغال في البدروم وبتروح علشان تشوف. في البدروم بتلاقي راجل وبتفتكره جوزها بيكون بيصلح التلاجة، فبتقرب عليه لكن المفاجأة انها بتلاقيه اخو جوزها الصغير واللي اسمه رومان. جاس بتعتذر له، ورومان اللي مزاجه مش تمام بيقول لها ان رايان هيجي على الساعة 10:30 وعاوزها تروح تجيبه. جاس بتروح للموقف علشان تجيب رايان واللي بيكون جوزها، وبيبان انه كويس اكتر من رومان. ولما بيوصلوا البيت جاس بتتفاجئ لما رايان بيديها سلسلة فضة قديمة كانت لأمها وبيقول لها انه صلحها، وفي ورقة جوه الزجاج مكتوب عليها حبه ليها. رايان بياخد جاس لأوضة تانية وبيلاقوا فيها تورتة ومكتوب عليها عيد جواز سعيد. جاس بتعتذر عن نسيانها عيد جوازهم، لكن رايان بيطمنها وبيقول لها انها كانت مشغولة قوي علشان تفتكر. وبعديها بنعرف ان رايان كان طالب من رومان يساعده في مفاجأة عيد الجواز. رايان بيسيب الأوضة علشان ياخد شاور، وجاس بتحس بعدم الراحة وهي حواليه، ولما بتحاول تسيب الأوضة رومان بيقرب منها وبيمسك السلسلة اللي في رقبتها بطريقة غير مناسبة وبيبعد وبيمشي وبيسيب جاس في حالة من الحيرة. وبعديها في الليل رومان بيزور حبيبته القديمة، وهنا بنعرف انه مجرم تحت المراقبة ومش مسموح ليه انه يسيب المدينة. حبيبته كيسي بتنصحه انه ما يعملش حاجة غبية علشان مش عايزة يحصل له حادثة تانية، لكن رومان المزاجي والعنيف بيتعصب لما الناس بتفتكر انه هيعمل حاجة مش كويسة وبيضرب كيسي قبل ما يمشي. في الوقت ده جاس بتستعد تاخد شاور لما تلاقي ان جوزها الحنين حط معجون الاسنان على فرشاة اسنانها. رايان بيكون بيحاول يعمل تمثال ليها فبتيجي وبتقرب منه، لكنه بيلاحظ ان الترابيزة مش ثابتة كفاية، فرايان بياخد عملة الحظ بتاعته وبيحطها تحت رجل الترابيزة، وبيكون رومان بيشوفهم من الشباك. في الصبح جاس بتصحى وبتلاقي رايان بيقطف ورد ليها وهي بتعمل قهوة، وفجأة بتلاحظ سلسلة أمها القديمة على أرض المطبخ وبتاخدها. رايان بيخش في اللحظة دي وجاس بتقوله إن السلسلة القديمة بتاعت أمها اتكسرت تاني، فجوزها بيوعدها إنه هيحطها في مكان آمن ويصلحها بعدين. وفجأة رومان بيظهر وبيكون بيشرب من الزجاجة وبيقول لهم إن العصير خلص وبيمشي. جاس بتعبر لرايان عن تعبها وخوفها من رومان وهو في البيت، لكن رايان بيقول لها إنه مش ناوي يعزل رومان زي ما أبوه عمل. وفي النهاية بعد ما جاس قالت إن رومان كان بيتلصص في أوضتهم، رايان بيوافق إنه يلاقي مكان تاني لأخوه علشان يعيش فيه، لكنهم مش مدركين إن رومان بيسمعهم. وتاني يوم رايان بيكتب جواب وبيحطه في صندوق البريد قبل ما يروح الشغل. وبعد كده جاس بتلاحظ إن رومان بيحزم شنطته وبتبلغ رايان إن أخوه بيعمل حركة بتقوله إنه مش مسموح يغادر البلد، لكنه أخد شنطته وكأنه بينقل لمكان تاني. لما رايان بيسمع ده بيروح ناحية البيت علشان يدور على أخوه وبينجح إنه يلاقيه. بيحاول يتكلم مع رومان عبر التليفون لكن رومان بيتجاهل المكالمة، وفي نفس الوقت جاس بتحس بشعور سيء. وفي الوقت ده بيكون ضباب كثيف على الجسر، وبسبب الضباب الأخين بيصطدموا ببعض وبيتجرحوا بشكل خطير. وبعديها جاس بتروح المستشفى وبتعرف إن رومان ورايان في غيبوبة ومفيش علامات استجابة من أي واحد فيهم. كيسي حبيبة رومان بتيجي المستشفى بعد شوية وبتقول لجاس إنها مش هتقعد هنا كتير، فاكرة إن رومان لسه زعلان منها. وقبل ما تمشي بتقول لجاس إنها لطيفة زي ما رومان وصفها. وبعد مرور 3 أسابيع الدكتور بيقول لجاس إن فرصة جوزها في إنه يفوق قليلة جدا، لكن الدكتور هيستمر في مراقبة الاتنين. جاس بتفضل في بيتها وهي بتحاول تفهم حالة رايان الطبية، وكمان بتاخد باردها وبتلاقي واحد من جوابات الحب الأسبوعية اللي رايان كان بيكتبها ليها وبتبدأ تعيط. وهنا بنعرف إن شغل رايان دايما كان بيتطلب منه السفر، فكان دايما بيكتب جوابات لمراته، وجاس بتحتفظ بكل الجوابات اللي استلمتها في صندوق. وبعد مرور أسابيع حاجة غير متوقعة بتحصل. رومان بيفوق من غيبوبته بيقرب من رايان، لكن لما بيحاول يلمسه بيفتكر الحادث وبيقع على الأرض. رومان بيتاخد للدكتور للفحص والدكتور بيطلب منه يقول أي حاجة مفتكرها. الغريب إن رومان بيدعي إنه فاكر جوازه بالرغم من إنه عمره ما اتجوز. جاس بتاخد مكالمة من المستشفى ولما بتقابل رومان بيقرب منها على طول، لكن جاس بتحس بعدم الراحة. وبعد فحص دقيق الدكتور بيقول لها
إنه احتمال يكون فقد ذاكرته، لكن مفيش تفسير جسدي لكده. الدكتور كمان بيحاول يشرح إن راين ورومان اتعرضوا لإصابات مختلفة جدا واللي خلتهم يفوقوا في أوقات مختلفة، وعلشان رومان يسترجع ذاكرته جاس لازم تاخده البيت، والدكتور بيطلب منها تعمل كده علشان هي قرايبته الوحيدة. لما بيرجعوا البيت تصرفات رومان الغريبة بتستمر، وبيبان إنه متضايق لما بيشوف حالة ورود الحديقة وهي مهملة. جوه البيت نورمان بيبص على رومان بفضول وبيبدأ ينبح بعد ما يشم ريحته. ومع غروب الشمس جاس بتسمع أصوات على التلفزيون وبتتفاجئ لما تلاقي إن رومان بيتفرج على فيديو جوازها هي وراين. بيقول إنه بيحب الجزء ده، وده بيخلي جاس تفتكر إنه مجنون. بتاخده لأوضته وبتوريه حاجاته علشان تساعده. رومان بيحاول يشرح إن حاجة حصلت له في الحادث، لكن جاس بترفض تسمعه. ومع مرور الوقت جاس بتكون مش مرتاحة بسبب تصرفات رومان الغريبة، فبتدعي كيسي علشان تساعده يسترجع ذاكرته. كيسي بتمشي ناحية رومان اللي مشغول بتقطيع الورود في الحديقة، وبتقوله إنه ساب جاكيتته عندها، لكن رومان بيقول لها إنها أكيد صديقة أخوه وبيعتذر لها علشان مش عارفها. تاني يوم جاس بتستلم رسالة من رومان اللي بيستخدم رقم راين، بيطلب منها تبص في شنطتها. بتبص في الشنطة وبتلاقي وردة ومعاها ملاحظة زي ما كان راين بيعمل زمان، وده بيضايقها. في الليل لما جاس بترجع البيت بتلاقي فرشاة أسنانها وعليها معجون، وبتتعصب علشان راين كان الوحيد اللي بيعمل كده ليها. بتخرج وبتلاقي رومان قاعد قدام أوضتها وبتسأله عن معنى تصرفاته. هنا رومان بيفكرها بأحلى اللحظات اللي قضتها مع جوزها. جاس بتتصدم ازاي عنده ذكريات راين، خصوصا لما بيقول لها انها مراته، فبتقفل الباب في وشه. واليوم اللي بعده جاس بتقابل صديقة ليها وبتحكي ليها عن قلقها. صاحبتها بتقول لها انه مش ممكن يكون راين رجع في شكل رومان وانه بيكذب عليها، لكن جاس ما بتكونش مقتنعة. وبعد ما ترجع من الشغل في يوم بتشوف رومان بيكمل التمثال اللي راين كان بيعمله ليها. بيتفاجئ لما بيشوف جاس وبيجرح ايده بالغلط. جاس بتديله منديل وهي بتبص عليه بحذر، وبعدين رومان بيديها السلسلة الفضية القديمة بتاعت أمها وبيقول لها أنه صلحها زي ما وعدها. بيلبسها السلسلة وبيمشي، وبيسيب جاس متلخبطة ومحتارة. وبعديها بتقرر تتصل بالدكتور اللي بيعمل جلسة تنويم مغناطيسي لرومان ويحاول يكشف ذاكرته. ورومان بيفتكر تفاصيل الحادث مع الضباب الأبيض على الجسر، ولما الطبيب بيسأله عن اسمه بيقول رومان، لكن بيضيف إنه شاف رومان خلال الحادث. لما دمهم اختلط على الأرض رومان بيفوق وبيصرخ باسم جاس. جيسيكا بعد كده بتطلب من صديقها اللي هو كاهن انه يصلي لجوزها، وصديقها بيطلب منها انها ما تيأسش علشان بتعرف راين اكتر من اي حد. وفي الليل جاس بتسترجع احداث اليوم وهي مضطربة، لكن فجأة بتحس بوجود حد جنبها، ورومان بيقف وبيتوسل لجاس ما ترميهوش بره علشان بتجيله كوابيس، لكن جاس بتطرده. وفي الصبح التالي كيسي بتيجي وبتاخد رومان في جولة على دراجتها. كيسي بتقف عند قمة جبل وبتحاول تفكره بكل الحاجات اللي كانوا بيعملوها، لكنه بيتظاهر انه مش فاكر. وبعدين بتقوله انها عارفة انه بيمثل وان جاس مش هتحبه علشان خايفة منه. بتطلب منه انه يضربها زي زمان، لكن رومان بيمشي. وبعد مرور سنة جاس بتستمر في زيارة راين في المستشفى، وبتتفاجئ لما خاتم جوازه بيقع على الأرض. بتاخده وبتعتقد ان دي علامة سيئة تانية ليها. وبعد ما تخرج من المستشفى جاس بتزور الموقف اللي جابت منه راين. بتلف علشان ترجع البيت، لكنها بتتفاجئ لما بتشوف رومان. الاتنين بعديها بيركبوا العربية، وجاس بتوري رومان صورتها مع راين وبتسأله قال لها ايه في ودنها وقت الصورة. راين بيفتكر ازاي كانوا شايفين زوجين كبار في السن وقتها، وبعدين بيقرب منها وبيقول لها ان ده مستقبلنا. جاس بتتصدم لما تتأكد انه جوزها، وفي النهاية بتبوسه وبيعيشوا لحظاتهم الرومانسية. في نفس الوقت راين بيفوق، لكن ده بيكون مجرد حلم لرومان، واللي بيفوق وهو في نفس السرير مع جاس، وبيكونوا بيقضوا وقتهم في الشغل بره البيت. وفجأة رومان بيحس بألم في صدره، وفي اللحظة دي بتوصل لهم مكالمة من المستشفى. الدكتور بيبلغهم إن راين حصل له نوبة، وده تسبب في ضعف وظائف جسمه اللا إرادية. وعلشان رومان مش قادر يشوف راين بيتألم بيقترح إنهم يتبعوا نصيحة الدكتور ويطفوا الجهاز، لكن جاس بترفض علشان مش عارفين اللي هيحصل لرومان لو طفوا الجهاز. وبعد فترة بنشوف رومان وهو شغال على تمثال جاس. جاس بتقرب منه
ومعاها اختبار حمل إيجابي في إيدها، وبيكونوا سعداء بالنتيجة. وفي اللحظة دي كيسي بتظهر وبتتعصب لما تعرف إن جيس ما راحتش لعندها علشان كانت مشغولة برومان. رومان بيقول لكيسي إن أخوه كان بيعاملها وحش، وهي بتغضب أكتر لما بتشوف إن رومان مش بيتصرف زي زمان. وقبل ما تمشي بتحاول تستفز غضب رومان مرة أخيرة، وبتكسر التمثال اللي عمله لجيس. جيس بتقول لرومان إنها حاسة بالشفقة على كيسي، ورومان بيحط إيده على بطنها وبيقول لها إن طفلهم هو كل اللي بيهمهم. وبعد كده جيس بتقرر تزور كيسي، لكنها بتكتشف إنها مش في البيت مع إن الباب كان مفتوح. جيس بتعتقد إن كيسي علقت نفسها في الحمام، لكن بيطلع مجرد هدوم. جيس بتقرر تتصل برومان وبتسأله لو هو فاضي علشان يروحوا الدكتور ويشوفوا البيبي في بطنها، لكن رومان بيقول لها إنه مش هيقدر يجي علشان العجلة بايظة. وبعديها بنشوفه وهو بيحمل حاجة في العربية بتاعته. وبعد كده الدكتورة بتدي لجيس الأشعة بتاعت البيبي، لكن الدكتورة بتلاحظ طفح جلدي على رقبة جيس بسبب السلسلة، وبتسألها لو كانت سلسلتها مزيفة أو مصنوعة من معدن رخيص، لكن جيس بتقول لها إنها أنتيكة وكانت لمامتها. فالدكتورة بتقول لها يمكن بسبب الهرمونات. وبعد ما جيس بترجع البيت بتبدأ تفكر بالطفح الجلدي على رقبتها، حاجة عمرها ما حصلت لها. رومان بيلاحظ إنها شاردة وبيحاول يسأل إيه اللي بيحصل، لكنها بتطمنه إن مفيش حاجة بتحصل. وبعد كام يوم البوليس بيجي عند بابهم علشان يسألهم عن كيسي اللي اختفت بطريقة غامضة مؤخرا. راين اللي هو دلوقتي جوه جسم رومان بيقول إنه ما شافهاش بقاله أسابيع، وبيقول إنها كانت مضطربة. من اللحظة دي جيس بتبدأ تشك في رومان، خصوصا لما بتشوف سجلاته الجنائية السابقة مرة تانية. لما بتدخل مكان النحت بتاع رومان بيديها العملة اللي كان بيستخدمها علشان يثبت الطاولة قبل كده. في الصبح اللي بعده جيس وهي رايحة الشغل بتقف عند صندوق البريد وبتبتسم لما تلاحظ جواب من راين اللي هو دلوقتي رومان. في وقت لاحق من اليوم وهي في مكتبها بتقرر انها ترد عليه. وبعد كده جيس بتساعد رومان في البيت وبتقوله انها هتطلع بعض حاجات البيبي لفوق، لكنها بتخش اوضتها وبتشوف صورة قديمة ليها هي وراين، وبتقف تبص لها وبتكتشف سلسلة مامتها الفضية القديمة الأصلية موجودة ورا إطار الصورة. وفي اللحظة دي بتفهم إن السلسلة اللي أعطاها ليها رومان مزيفة، وده بيفسر الطفح الجلدي على رقبتها. جيس بعد كده بتكتشف إن العلبة اللي كانت بتحط فيها كل خطابات الحب الكتير بتاعة راين تم كسره، وهنا بتعرف إن رومان كذب عليها وإنه قرأ الخطابات وشاف الصور علشان يعرف تفاصيل زواجهم والقصص علشان يتقمص شخصية أخوه. وللأسف قبل ما تقدر تتصرف رومان بيدخل الأوضة وبيحط دراعه حواليها. جيس بتنتفض من الصدمة ورومان بيسألها لو كانت بخير، فبتقوله إنها بخير وهتنزل بعد دقيقة. وجوه الحمام بتبص من الشباك علشان تشوف أسرع طريقة للخروج، وبتخلي حنفية الحمام شغالة علشان تبعد رومان، وعلشان يمكن يكون خطر عليها تنط في حالتها دي بتحاول تنزل السلم بهدوء. لكن رومان بينادي عليها وبيقول لها ازاي رومان كان بيحبها علشان شافها قبل راين. وبعدين بيمشي نحو جيس وكأنه بيهددها وبيقول لها انه عاوز يوريها حاجة قبل ما يخليها تروح على ورشته. جوه الورشة رومان بيوري جيس سرير البيبي وبيسألها لو كانت تحبه، بتجاوبه لكن بطريقة غير محمسة. ولما بتحاول انها تخرج رومان بيوقفها فورا، بيقفل الباب وبيرمي المفاتيح. جيس أخيرا بتقوله إنه كذب عليها وبتسأله إزاي بيقدر يعمل حاجة حقيرة زي دي، فرومان في النهاية بيعترف وبيقول لها إنه عمل كل ده علشانها، هو رجع علشانها لما راين ما رجعش. وبعد ما تسمع الكلام ده جيس بتقوله إن فكرة إنه يلمسها مقززة. رومان بيضربها في القلم وبتحاول إنها تهرب لكنه بيوقفها في الوقت المناسب. رومان بيوقعها على طاولة الشغل وبيحاول يعتدي عليها وهو بيخنقها، وفي نفس الوقت راين بيحصل له نوبة في المستشفى وبيكون الصراع بين رومان وجيس بيشتد. وفجأة راين بيوقف رومان عن طريق رابط ذهني حصل لهم في الحادثة، وبعديها جيس بتقدر تطعنه في السكينة. رومان بيتصدم لما يعرف ان جيس طعنته في رقبته، بيرجع للخلف وبيقول انه قتل كيسي بسبب شكوكها قبل ما يقع على الأرض ويموت. وبعد فترة جيس بتزور المستشفى والدكتور بيقول لها ان راين حصل له نوبة لكنه نجح في النجاة غير كل التوقعات. وبعد ما الدكتور يمشي جيس بتقعد جنب راين وبتمسك ايده وبتلبسه الخاتم في صباعه،
وبتطمنه انهم هيتخطوا كل ده، وبتوعده انها هتفضل جنبه المرة دي وتكون الزوجة المثالية. وقبل ما الفيلم ينتهي، جيس بتخرج من المستشفى وبتحاول تلبس سلسلة مامتها، لكنها بتحس بإيد راين وهو بيساعدها في لبس السلسلة، وبتلتفت لكنها ما بتلاقيش حد، وابتسامة أمل بتبان على وشها. وفي كده فيلمنا بينتهي. أتمنى يكون عجبكم، وأتمنى تدوني رأيكم في التعليقات، وتعملوا لايك وتشتركوا بالقناة. بحبكم قوي. باي باي.